السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هنكمل النهاردة درس المنطق بعنوان تابع مكونات النسق الرياضي. خدنا المرة اللي فاتت المعرفات واللامعرفات، النهاردة هنكمل وهناخد البديهيات. في البداية البديهيات لازم نعرف إن هي قضايا لا مبرهنة وجمل أولية وقاعدة أولية ومبدأ أولي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هي تعتبر قضايا واضحة بذاتها لا تحتاج إلى دليل أو برهان لإثبات صدقها أو صحتها. هي بتفرض نفسها على العقل لشدة وضوحها، حيث أنها بتعتمد على اتساق العقل مع ذاته. زي كده عندنا أمثلة بسيطة هناخدها اللي هي تعتبر بديهيات إقليدي، زي ما نقول الكل أكبر من أي جزء من أجزائه، أو نقول مثلا الكميتين المساويتين لكمية ثالثة متساويين، أو لا يمكن رسم مثلا غير خط واحد بين نقطتين. دي كلها بنسميها قضايا بديهية. المسلمات أو المصادرات هي قضايا لا مبرهنة. القضايا دي بيفترض الرياضي صحتها وبيتركها بدون برهان، لأنه بيتخذها أساس للبرهنة على غيرها من القضايا. فهنا الباحث مش مطالب بالبرهنة على مصادراته حتى لا تتوالى البراهين إلى ما لا نهاية. لو جينا ناخد أمثلة على المسلمات، زي مسلمات إقليدس لما بنقول المستقيمان المتوازيان لا يلتقيان مهما امتد، وإن المكان سطح مستوي له ثلاث أبعاد هو الطول والعرض والارتفاع، وإن الخطين المستقيمان يتقاطعان في نقطة واحدة. للمسلمات أو المصادرات العديد من الشروط. أول شرط عندنا اللي هو الاتساق، إن هي تكون غير متناقضة مع باقي قضايا أو مكونات النسق، لأن العلوم الرياضية قائمة على عدم التناقض، وإلا أصبحت النظريات خاطئة ومتناقضة. تاني حاجة الكفاية، يجب أن تكون كافية للبرهنة على غيرها من نظريات النسق. تالت حاجة تكون مستقلة، لا تكون مشتقة من مسلمات أخرى. دي بالنسبة لشروط المسلمات. لو جينا ناخد آخر حاجة في درسنا اللي هي مرحلة النتائج اللي احنا بنسميها استنباط النظريات، دي استنباط النظريات وإثبات صحة المبرهنات. بعد ما الرياضي بيحدد المقدمات بتاعته معرفات ولا معرفات وبديهيات ومسلمات، بيبدأ في استنباط نظرياته من تلك المقدمات وفق قواعد الاستنباط. فلو كانت عندنا المقدمات صحيحة كانت النتائج صحيحة، ولو كانت المقدمات خاطئة كانت النتائج خاطئة. فهو هنا بتلزم عنها لزوم منطقيا ضروريا عن المقدمات. فصحة النتائج والنظريات لا تتوقف على مدى مطابقتها للواقع الخارجي، ولكن على اتساقها وعدم تناقضها مع المقدمات اللي استمدت منها.